نحن هلا انا وزهراء عم نجهزها لحتى ننزل لعند عمو اللي ببيع صاج على الطريق، هيك مبين عليه زلمه طيب، بدنا نمتحنه في اختبار لعمو. هل حيقبل يعطي زهراء منقوشه ببلاش؟ تابعونا. مثل ما شايفين هيدا الصوت حنخبيه لها لزهراء جوات ثيابها من جوا، بخبيه تحت هيدا الشال. يلا هيدي زهراء بلشت تقرب عند الزلمه. مرحبا عمو، كيفك؟ عندك صاج؟ بدي اطلب منك طلب. انا رحت على مطاعم هيك فخمه وطلبت منهم يطعموني، ما كانوا يطعموني، فانا شفتك هيك حج معطر مثلي. انا من لبنان، هم جوعانه وما حدا عم يقبل يطعميني. انا عبالي منقوشة زعتر ورحت عند كل انا اسمي زهراء. يا عم بيولعنا الصاج. حتعمل لي؟ شكرا. يلا، بما انه عمو قبل يضيفها لزهراء مناقيش ببلاش، نحن هلا حنتدخل لانه حيكون في له مفاجأة. مشي محمد. يا عمو كيفك يا عمو حبيبي؟ يعطيك الف الف عافية. لا تفضل. زهراء قربي لعنا يا زهراء، انت يا عمو قبلت الطعمية لزهراء ببلاش. ايه ليش لا؟ شو خص البلاش يعني؟ هلا ما هي مثل احفادي يعني، ليش ما بدي اطعميها؟ بدي خبرك شغلة عمو، انه زهراء وانا نحن فريق واحد، نحن قررنا نعمل لك هيدا الاختبار لحتى نشوف قد ايه اخلاقك عالي، لانه عندنا ثقة سماهم في وجوههم يا عمو، عندنا ثقة انه انت ما حترفض لها هيدا الطلب لزهراء. لكل شخص معاوز مثله، نحن بني ادمين بالنهايه، ما بيشعر بالناس بكون مش من الناس يا عمو. شو ما نحن خلقانين على الارض ولبنانيه وبنعرف وضع لبنان، فانا اذا ما بدي اشعر فيها مثل حفيدتي او مثل بنتي يعني بلا حياتي انا وقت ما بدي اشعر باي شخص. كلام عمو بكبر القلب. ما تعرفنا على الاسم الكريم. ابو عباس. من وين يا عمو؟ من بعلبك مش مستار. بعلبك مش مستار. والنعم من حدا. الله يخليك عمو ابو عباس. بس انت شو بتشتغل؟ انا بتول عبد الله، صحفيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. فنحن زهراء عملنا لها هيك، لبسناها هدول الثياب هلا عوينات. لا هي يعني مثل الاخت الصغيره، نحن هيك فريق واحد. حفيدتي وقت بدها بتجي، وانت مثل البي لنا يا عم. ما في شك اكيد. انت بتشتغل من ايمتى بهيدي المصلحه؟ بس طلعت من شغلي من كم سنه؟ من بس اول ما بلشت الكورونا. عمو انا الفيديو اللي هلا عم صورك اياه حاعرضه، ما عندك مشكله صح؟ لا اوكي. الشيء اللي انت عملته مع زهراء شيء كثير كبير معنويا واخلاقيا، اللي عملته انت شيء عظيم جدا يا عمو ابو عباس. يا عمي لا ما في شيء عظيم، الله شاء والله قال لي 1 2 3. كتر خير الله. عندي 3 شباب بالبيت بيشتغلوا، كتر خير الله. بس هلا الوضع هذا بدي اسالك سؤال، ابني اذا بده يتجوز او اذا قادر يحملني او قادر انا احمله، يعني بدي اوقف حده حتى ما حتى اذا يعني هيدا بده يروح يجيب دوايه، فالثلاثه بدهم يجتمعوا حتى يجيبوا لي حق الدواء. بلاش لحتى بساعدهم يعني لو من قرش، لو مصروفي بس. هي قالت لي وانا قلت لا ما حقش. لا بس بدي اعرف عن جد. ما تسالني. والله بس في زعل هلا اقول لك لا ما ترضي. طب والله مش حادفع لك حقها، وحياة الله ماني دفعت لك شو حقها. حقها؟ 60,000. قديش حقها؟ 60,000. وشو هي 60؟ مش عارف. بعدين طيب. النار وكذا شيء. انت قدمت لنا منقوشه، ونحن حابين نقدم لك هيدا الغرض مش من قيمتك. يا عمي بدنا سلام يا حبيبي خلص والله مش من قيمتك يا عمو يا حبيبي. وعدت انا بدي اعطيها شيء. وعدا يشربها شاي وبده يوفي بوعده عمو. هلا انت بس شفتها لزهراء للوهله الاولى وطلبت منك هيدا الطلب دغري قبلت؟ انا ما سمعت الحكي، كنا بالسياره مخبيين. شو اسمها ومنين هي وبنت مين، يعني هلا ممكن يكون اوقات تجي واحد ضايع ولا شيء، وحده يا سلام مثلا. انت قلقت عليها. ايه انا ما في شك، شو ما بدي اعرف شو هي يعني شو بها. وبعدين ولد جاي هلا بالليل، شو جاي تعمل نص الليل على السحور؟ عمو انت وين فاتح لحتى ندل العالم عليك؟ هون عصفر حد فرن الامراء. عصفر حد فرن الامراء. خلوا الناس يجي ينفعوا عمو ابو عباس بهالشهر الفضيل كل يوم من اي ساعه لاي ساعه. اهلا وسهلا. مبدئيا برمضان من بعد الفطور لل5 الصبح. انا رحت لعند محمد حطوم
تبع بلديه الحاره، قلت له يا عمي اعطيني رخصه نعم. وشو بدك اللي بيقدر. ثاني يوم بيقول لي ما بنقدر. فانا ما بدي، اذا بدي اطلب منكم خدمه بس تعملوا لي رخصه عند يوافق حط كيوسكو. هيدي رسالة للحج أحمد حطوم رئيس بلدية الحارة اللي نحن بنعزه وبنعرفه وبنحترمه، إنه يا ريت بس رخصة تكون خاصة لعمو أبو عباس لأنه بيستاهل على هالأخلاق العالية. ما عليه ولو هيك عم نغلبك شوي حج أحمد. الغريب اللي عفوا عم يقعد هون وهون وماشي حال، بس انا ارضي هاي الي. أنت ليه عم بقولك انا ابن البلد. ايوه، واوقات بيمروا بنوع البلديه ممنوع في اللي بيتحركش وما يتحركش. خبرنا أنت هون شو على فكره بتستخدم؟ هاي السياره مش الي، هاي السياره لشخص هون ادمي ابو فادي ما بقى يمكن بدزان. هو قال لي خذ عمو هذا المفتاح وحط اغراضك فيه. كنت اخذ اغراضي كل يوم ها على البيت وارجع. عندي ابني مقعد. مقعد ابنك؟ شفت الدواء قديش الدواء كم في 10 شو بكلفك أدوية كل شهر؟ كل شهر بدي $75 $75 عدا الحج. مثل ما شايفين عدة شغله هي هالشمسية البسيطة وهالسيارة اللي حدا أصلا عايره إياها حتى يضب بضاعته فيها. هاي طارت 3 مرات انا مغيره لها كثير من الهواء. بدنا ننستر، ما بدنا اكثر من هذا، ولا بدنا نصير مليونيريه. مهم ما نعوز حدا او ما نمد ايدنا لحد. شو بدنا نقول له؟ مش من قيمتك. عمو انا الفيديو هيدا حاعرضه، ما عندك مشكله صح؟ ما عندي مشكله ابدا. رحمه الله وسعت كل شيء. الله يسركم، الله معكم.